بكم في برنامج كابتن بيبو لمشاركتك في احداثك الكرويه. قبل ما نبدا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وكومنت جميل تشجعوني فيه. هنبدا النهارده حلقتنا بكابتن احمد حسام ميدو، الراجل اللي طلع يعمل عمره وربنا يتقبل منه ومنا وجميع المسلمين امين يا رب. بس ليه بقى جلد الذات الكتير قوي ده يا جماعه؟ والناس اللي عماله تنكت فيه ده ما يرضيش ربنا، وكل اللي علينا اننا نفضل ندعيه. يعني انا دلوقتي اول ما شفت المشهد بالظبط جت قصه في بالي ان واحد راح لسيدنا ابو حنيفه وكان بيشرب خمر وقال له ادعي لي ان انا اخش الجنه. راح سيدنا ابو حنيفه نهره وقال له يا عم اجري روح جنه ايه اللي انا ادعي لك بيها؟ انت مش شايف انت بتسكر وبتعمل ايه؟ المهم الراجل راح توفى بعدها ب4 ايام، وجه في المنام لسيدنا ابو حنيفه وهو بيرتع في الجنه وعمال يلعب فيها ويمشي فيها شمال ويمين، وكان بيقول الحمد لله الذي لم يجعل الجنه بيد ابو حنيفه. المهم سيدنا ابو حنيفه كان بيحلم بالحلم ده يجي 3-4 مرات، فسيدنا ابو حنيفه استغرب فراح لزوجته وكان بيسالها هو الراجل ده كان بيعمل ايه. المهم راحت قالت له ما انت عارف يا ابو حنيفه كان بيسكر وبيشرب وبتاع. فالمهم فراح قال لها لا ده كان في حاجه بينه وما بين ربنا. المهم فراحت قالت له ايوه فعلا تصدق معاك حق، ده كان كل يوم جمعه كان بيلم اليتامى وكان بيفضل يلعب معاهم ويغديهم ويفطرهم. فراح قال لها لقد اصابته دعاء احدهم. فاحنا يا جماعه يا ريت بلاش جلد الذات لميدو، ويا ريت ندعي له بالهدايه وربنا يتقبل منه. نخش بقى على احمد عبد القادر اللي باين نواياه في اخر اجتماع ليه مع مجلس الاداره. كابتن احمد عبد القادر باقي له موسم في النادي الاهلي والمفروض يطلع اعاره مع نادي قطري القطري، والاهلي عاده في الحالات اللي زي دي بيجدد للاعب ده موسم تاني. لكن احمد عبد القادر حب يستنصح ورفض، وشكله كده ناوي يرجع على الزمالك او بيراميدز. وكابتن محمود الخطيب لما عرف قال مفيش مشاكل سيبوه يعمل اللي هو عايزه وبراحته خالص، والناس اللي مشيت انا كنت زعلان عليهم مش منه. اما بقى بالنسبه لل 300,000 يورو اللي جم زياده في صفقه محمد عبد المنعم، فالاهلي حاططهم علشان يشتري 2 مدافعين مصريين يلعب بيهم اللي هم محمد اسماعيل ومصطفى العيش. وفي نفس الوقت اداره الاهلي بتفكر في التعاقد مع زيكو الوينج ليفت لنادي زد عشان تعوض احمد عبد القادر. وبكل التوفيق ان شاء الله لنادي الاهلي. طب ليه بقى الاهلي بيعمل كل الوش ده؟ علشان الاهلي داخل على 6 بطولات مهمه جدا، هما كاس السوبر الافريقي مع الزمالك، وكاس السوبر المصري، والدوري المصري، ودوري ابطال افريقيا، وكاس الانتر كونتيننتال، وكاس العالم للانديه في صوبه الجديد اللي هيقام في امريكا لموسم 2025. وبكل التوفيق والفخر اننا بندعم نادي الاهلي. واحب اقول ان احنا كلنا كاهلاويه بندعم كابتن محمد عبد المنعم سواء في الدوري الفرنسي او في دوري ابطال اوروبا. وان شاء الله نشوفك متالق وبالتوفيق يا كابتن محمد، لانك خرجت من الباب الكبير للنادي الاهلي وان شاء الله هترجع برضه من الباب الكبير. واتمنى اكون ما طولتش عليكم في حلقتنا النهارده، ولو لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب انزل اعمل دلوقتي حالا حالا حالا. وكان معكم كابتن بيبو لمشاركتك في احداثك الرياضيه. سلام.